عندي رسالة للشيوخ، بس مو كل الشيوخ، مع احترامي لشيوخ الأصلاء. رسالتي للشيوخ اللي دخلوا على المشيخة، اللي دخلاء على المشيخة. والله قمنا نستحي واحد من يسألك يقول أنا الشيخ، نخجل من واحد يسألك تقول أنا الشيخ. على كم واحد دخلوا على المشيخة. يعني مع الأسف اكو كم شيخ يعني قام ما يقضي له شغله اذا ما ياخذ مقابلها مبلغ مالي. شلون المعقب مع احتراماتي للمعقب يقضي شغل ياخذ مكانها مقابلها اجر مبلغ مالي. الشيخ عنده حظ البخيت، ينطي مالاته. احنا بعدنا اهلنا يسولفونا يقولون الشيخ ينطي مالاته. هسه عمي الشيخ لا ينطي مالاته، بطلنا على قولة ذاك الرجال يقول بطلنا لا ينطي مالاته. بس عمي الشيخ لا ياخذ من الوادم، اقضي شغل للناس بامانه وبصديق وبحاض وببخيت. شيخ العشيره قائد عشيره، انت شلون تقود عشيرتك او شلون تقود عمامك وتاخذ منهم فلوس؟ انت هذا الشخص اعطاك فلوس، اشتراك بفلوسه، رشاك، بعد ما تقدر تقول له انت باطل. من تصير قضيه وياه وهو باطل ما تقدر تقول له انت باطل، لان اشتراك بفلوسه. انت شلون تقوده وهو منطيك فلوس؟ الشيخ البيحاض ما تدي نفسه على عانات 100 ولا 200 ولا المليون او فوق البنزين، دز له رصيد. هذا عيب، ذني فشله، ذني يقلل من شأن الشيخ. مع احترامي لمشايخ العراق الاصلاء، طبعا هاي المشايخ اللي ذكرتها اني مشايخ قليله، بس المشكله اليابس يعم على الاخضر. عمي والله انفضحنا. هاي المشايخ القليله عمت على المشايخ الاصلاء التنبتيه اللي ما تاخذ فلوس، اللي ثابته على الحكي الاولي. مع احترامي لهم للمشايخ الاصلاء، المشايخ الدخلاء بعد ما خلونا احترام مع الاسف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.